السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نجمة في سماء رمضان، ومع الحلقة 12 والتي هي بعنوان نجمة محافظة على الصلوات الخمس في وقتها. نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. نجمتنا الغالية تعلم، أكيد طبعا تعلم، إن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، تمام؟ وتعلم إن الصلاة هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب اللي هو العطر والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله، قرة العين هو الشيء الجميل الذي تستقر عليه العين، الشيء الجميل اللي تحب تبص له دايما، هو الشيء ده بيسموه قرة العين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: رغم انه حبب الي من دنياكم اشياء كثيرة، لكن جعلت قرة عيني في الصلاة. ولذا كان يقول: أقم الصلاة أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وعشان كده نجمتنا الغالية لا يمكن أبدا تتأخر عن الصلوات المكتوبة. أول ما تسمع الأذان، لو كان في إيدها أكل ولا شرب ولا أي حاجة بتعملها، يتوطي على الأكل يتطفى عليه. الصلاة أهم من كل شيء. الله أكبر، الله أكبر من كل ما في هذا الكون بفضل الله سبحانه وتعالى. بتقوم وتتوضى ومخلية مكان مصلى كده في بيتها وتقوم تصلي، ولها نفس أجر الرجل في صلاة الجمعة والجماعات بفضل الله سبحانه وتعالى وهي تصلي في بيتها. يبقى إذن نجمتنا الغالية لا يمكن تؤخر صلاة أبدا، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتاب مقدر بوقت. حينما نلقى المولى عز وجل، ربنا حدد لنا 5 لقاءات يومية في الصلوات المفروضة، ما ينفعش ان انا اخرها. فلا بد اول ما اسمع الاذان على طول خلاص الله اكبر، تمام، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فتقومي تتوضي وتخش تصلي على طول بفضل الله، وما تأخريش صلاة أبدا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال، شوف خدوا بالكم، قال 3 حاجات هنا بس قالها بالترتيب ده. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فقال له ابن مسعود: ثم أي؟ يعني اللي بعديه؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. شوف بقى، تخيلي بقى نجمتنا الغالية إن الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله، والعبد بيبحث دائما عن الشيء الذي يحبه المولى عز وجل. وهذا من كمال حب العبد لربه، انه يبحث دائما عما يحبه المولى عز وجل فيفعله، وما يبغضه الله سبحانه وتعالى فيتركه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لما يعني كما في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن: من حافظ على الصلوات الخمس، ركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن، وقت الصلاة، وعلم أنهن حق من عند الله، دخل الجنة. الله أكبر. فالمحافظة على الصلاة في وقتها، وإحسان الوضوء، وإتقان الصلاة في الركوع والخشوع والسجود والقيام إلى غير ذلك، ده من أعظم أسباب دخول الجنة. والمولى عز وجل يقول كما في الحديث القدسي اللي رواه البخاري، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أكتر حاجة نتقرب بها إلى الله أن نفعل الشيء الذي افترضه المولى عز وجل علينا. زي إيه؟ زي الصلاة، زي الزكاة اللي عنده مال فيه زكاة، زي الصيام، تمام، زي الحجاب، لما تلبسي حجابك اللي ربنا فرضه عليكي، ده من أحب الأشياء اللي تتقربي بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
اللي كانت متبرجة وتابت إلى الله ولبست حجاب إن شاء الله، فالله يغفر لها بل ويبدل سيئاتها إلى حسنات، كما قال جل وعلا يعني في محكم آياته، قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى وجل جلاله. فالصلاة يا نجمتنا الغالية من أعظم أسباب دخول الجنة، طبعا زي ما النبي قال: اللي يحافظ على الصلاة على مواقيتها وعلى سجودها وخشوعها ووقتها وكل هذا يدخل الجنة. طيب، بل تكون الصلاة أيضا من أعظم أسباب الارتقاء في درجات الجنة. وكما تعلم يا نجمتنا الغالية إن ما بين الدرجتين مسيرة 100 سنة. لو واحد ركب خيل كده وجري بيه بسرعة لمدة 100 سنة لا ينقطع أبدا، يصل من الدرجة دي للدرجة اللي فوقها في الجنة. فارتقائنا في درجات الجنة من أعظم أسباب الارتقاء كثرة السجود لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم: عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة وحط عنك بها خطيئة. مع كل سجدة، والسجود يكون في الصلاة، فمع كل سجدة بنرتقي درجة في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. بل إن نجمتنا الغالية تعلم إن الصلاة هي أول ما نحاسب عليه من الأعمال يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. طب ليه خاب وخسر؟ ما هو كان بيصوم وكان بيزكي وكان بيحج، كل هذا لا ينفعه إذا كان لا يصلي أو إذا كانت صلاته فاسدة. سبحان الله. فأهم حاجة الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. فالصلاة دي أهم حاجة، أهم حاجة في حياتنا، يعني أهم حاجة في حياتنا هي الصلاة. فلا بد أن نتقن الصلاة وأن نحسن الصلاة وأن نحسن وقوفنا بين يدي الله في الدنيا. ولذا الإمام ابن القيم يقول: للعبد بين يدي ربه موقفان، موقف في الدنيا وموقف يوم القيامة. فموقفه في الدنيا يكون في الصلاة، فإن أحسن موقفه بين يدي الله في الدنيا أحسن الله وقوفه بين يديه يوم القيامة. يا سلام! يبقى لما نصلي ونخشع لله ونصلي الصلاة في وقتها ونصلي الصلاة كده ترضي ربنا سبحانه وتعالى ويخشع القلب فيها لله سبحانه وتعالى، يحسن الله وقوفنا بين يديه يوم القيامة فيغفر ذنوبنا ويسترنا عن أعين الناس ويدخلنا الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنجمتنا الغالية لا يمكن أبدا تؤخر الصلاة، بتصلي الصلاة في وقتها. نجمتنا الغالية بتحافظ على الصلاة، نجمتنا الغالية بتخشع في الصلاة، نجمتنا الغالية بفضل الله تدعو من حولها إلى تلك الصلاة، فالدال على الخير كفاعله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.